أمه وبناتها بيستدرجوا بائع متجول ويخدروه ويخنقوه ويلفوه في شوال، وكمان يدفنوه جوه بيتهم عشان الاقساط اللي عليهم. عشان تعرف الحكاية خليك معانا في القصة من الأول. في إحدى قرى مركز ساحل سليم في محافظة أسيوط بصعيد مصر بيعيش شاب اسمه خميس رمزي، وده شاب مجتهد ومكافح جدا، شغال في بيع الملابس والدواجن داخل القرية بتاعته. الناس كلها كانت بتحبه جدا عشان حسن أخلاقه وطيبة قلبه. أما وصل خميس لسن 26 سنة قالك اتجوز، ومن بعد ما اتجوز أمه وأبوه ومراته يكونوا أهم شيء في حياته، لأنه المسؤول والعائل الوحيد ليهم. وبعد 3 سنين من الجواز ربنا يرزقه بطفلة جميلة جدا، ومن وقتها خميس وسع دايرة تجارته، وبدل ما كان بيبيع في نطاق القرية بتاعته بقى بيبيع للقرى المجاورة. ومن ضمن القرى المجاورة ديت قرية اسمها منشية العقال البحري بمركز البداري، وبقى بيتاجر في الأجهزة الكهربائية كاش وتقسيط، وما كانش بيستعجل الزباين على القسط خالص. خميس بقت علاقته كويسة جدا مع أهالي القرية خاصة السيدات، لأن معظم تعامله كان معاهم، لأن كل اللي كان ناقصها حاجة في البيت أو عايزة تجهز بنتها كانت بتشتري الحاجة دي من خميس. وكان بقى من ضمن السيدات دي سيدة اسمها لطيفة، ولطيفة دي كان عندها 3 بنات و3 أولاد، وهي كانت مسؤولة عن البيت كله، لأن الأب متوفي من 2 بعد رحلة سفر طويلة في دولة السعودية، والأولاد ال3 فاتحين محلات تجارية ووقتهم كله بره البيت. حالة لطيفة وأولادها المالية كانت كويسة جدا، لأن جوز لطيفة قبل ما يتوفى أما كان مسافر في السعودية اشترى لهم بيت مساحته كبيرة جدا، وكان فيه 3 شقق لولاده ال3، وكمان كان سايب لهم 2 مليون جنيه رصيد في البنك. بس تخيل بقى، بالرغم من الحالة المالية الكويسة جدا للطيفة إلا أنها كانت بتتأخر جدا في سداد الأقساط لخميس. لطيفة كانت صعبة جدا في التعامل في الفلوس، والغريب إن خميس كان بيديها كل طلباتها وعمره ما تأخر عنها، لأنها كانت دايما بتتحجج إن ظروفها المالية صعبة وبتجهز بناتها ال3. خميس من كتر الزباين اللي بتشتري منه بالتقسيط كان عامل لنفسه أجندة حسابات اللي مكتوب فيها الديون بتاعت العملاء وميعاد سدادها، وما كانش بياخد على حد وصل أمانة غير اللي عليهم مبالغ كبيرة، وكمان اللي بيتعبوه في التعامل في القسط، من باب يعني إن هو بيحفظ حقه مش أكتر من كده. وعشان كده أخد وصل أمانة على لطيفة اللي المديونية بتاعتها وصلت ل11,000 جنيه. ولما خميس كان بيطلب من لطيفة إنها تدفع الفلوس اللي عليها أو على الأقل جزء منها، كانت بتماطله بحجج مختلفة. وبالرغم من المماطلة دي والحجج دي كلها خميس ما كانش بيضغط عليها، وكان سايبها براحتها، لحد ما جه يوم وخميس يعرف من حد في القرية إن لطيفة بتبني الدور الثالث في البيت بتاعهم، وكمان بيقولوا إن تكلفة البنى دي تعدي 200,000 جنيه. هنا بقى خميس اتضايق جدا وحس إن لطيفة بتشتغله أو بتنصب عليه. ما هو بالعقل كده يعني، معاه مبلغ ده كله ومش عارفة تسدد 11,000 جنيه، دي كمان هتسددهم على أجزاء يعني مش دفعة واحدة. راح تاني يوم خميس واخد بعضه وطلع للطيفة البيت عشان يطلب منها إنها تدفع الفلوس اللي عليها أو حتى جزء منها، لكن لطيفة كالعادة قعدت تماطل فيه وتقول له إنها عندها أزمة مالية. هنا بقى خميس يقول لها إنها بتكذب عليه، ويقول لها إن عرف موضوع الدور الثالث وعرف كمان تكلفة البنى بتاعته قد إيه. هنا بقى حصلت خناقة ما بين لطيفة وخميس وشدوا جامد في الكلام مع بعض، والكلام ده كان قدام بناتها شيماء ومنى اللي كانوا بيبصوا لخميس بنظرات كلها شر، بعد ما قال لأمهم إنها لو محددتش يوم ياخد فيها الفلوس بتاعته هيعمل لهم محضر بوصل الأمانة اللي معاه. وهنا لطيفة قالت لخميس إنه يعدي عليها الأسبوع اللي جاي ياخد الفلوس كلها أو جزء من الفلوس. وخرج خميس من بيت لطيفة وراح على بيته عادي، لكن اللي مش عادي هنا
إن لطيفة وبناتها شيماء ومنى يقعدوا مع بعض ويقولوا إن اللي عمله خميس ده غلط كبير أوي في حقهم، لأن خميس كان صوته عالي أوي والكلام ده جه على كرامتهم، خصوصا إن معظم الجيران سمعوا الخناقة. والكارثة بقى اللي هقولك عليها دلوقتي إن لطيفة وبناتها قرروا الانتقام من خميس، بس مش أي انتقام، ده انتقام من نوع خاص. لطيفة وبناتها قرروا إن هما يقتلوا خميس. أنا الصراحة مش فاهم هو عمل لهم إيه بالظبط عشان يقتلوه، يعني ده الراجل بيطلب حقه يعني، بس تقول لي مين؟ وهنا بقى لطيفة وبناتها بيجهزوا الأدوات اللي هيستخدموها في ارتكاب الجريمة. جابوا يا باشا حبل وشومة وبلاستر ومخدر علشان يخدروا الراجل ويعملوا الجريمة بتاعتهم. ويجي يا باشا ميعاد يوم الجريمة اللي هو بعد مرور أسبوع على المشكلة اللي حصلت ما بين خميس ولطيفة، وبالتحديد في يوم 28 ديسمبر 2014. في اليوم ده اتصلت شيماء بنت لطيفة بخميس وطلبت منهم ان هو يجي لهم البيت ويجيب معاه وصل الأمانة عشان ياخد فلوسه، وكمان طلبت منه انه يجيب لهم شوية فراخ وبط عشان خميس يطمئن وما يحسش بأي غدر. وبعد ساعتين راح خميس على بيت لطيفة بالموتوسيكل بتاعه وشايل بقى معاه البط والفراخ، وجاب معاه برضه وصل الأمانة اللي البنت قالت له عليه. أول ما خميس وصل شيماء شافته قالت له إن هو يدخل الموتوسيكل بتاعه جوه البيت عشان ما حدش يسرقه وكمان ياخدوا راحتهم وهم بيشتروا البط والفراخ. أول ما دخل خميس البيت قابلته لطيفة وبناتها أحسن مقابلة، بس طبعا خميس ما يعرفش إن هم مخبيين جواهم أشد أنواع الشر والانتقام. وبعد ما خميس قعد شوية راحت منى جايباله كوباية عصير وحاطة فيها يا باشا مخدر. وبعد ربع ساعة بالظبط كده وبعد ما كان خميس شرب العصير شاف نظرات مرعبة وكلها غدر وخيانة من لطيفة وبناتها. خميس أول ما حس بالغدر حاول يوم يمشي، بس الوقت كان عدى وأثر المخدر بدأ يبان عليه، دوخة جامدة ومش قادر يقف. ولما قام عشان يحاول يقف راحت شيماء ضربته بشومة كبيرة على دماغه من وراه، وراحت بعد كده ماسكة الشومة ومديها على ظهره عشان خميس يقع على الأرض مغمى عليه. هنا بقى راحت لطيفة جايبة الشويلة والحبل والبلاستر، راحوا مدخلين خميس في الشوال، وقبل ما يحطوه في الشوال حطوا على بقه بلاستر، وبعد كده راحوا جايبين حبل ولفوا الحبل على الشوال من بره عشان يضمنوا ان خميس مش هيعرف يتحرك. راحوا بعد كده رايحين على رقبته وخنقوه جامد جدا عشان يتأكدوا انه مات. وبعد كده راحت منى حفرة بحجم خميس في الجنينة بتاعة البيت عندهم عشان يدفنوه فيها. تخيل الشر اللي في قلبهم وصل لغاية فين، مفيش رحمة ولا إنسانية، كارثة بمعنى الكلمة. وفعلا بعد ما عملوا عملتهم ديت راحت لطيفة وبناتها شايلين خميس وراحوا حاطينه في الحفرة اللي هم حفروها فيه ودفنوه. وبعد ما دفنوه راحوا مغطيين المكان بالحجارة عشان محدش يكتشف مكان الجثة. وبعد كده راحت شيماء واخدت تليفون خميس اللي كان معاه ورمياه في الترعة اللي جنبه، ومنى اخدت الموتوسيكل بتاع خميس ومدخلاه في مكان مخصصينه للفراخ جوه البيت. قالت لك احطه في المكان ده عشان محدش يشوفه لغاية ما نفكه حتت صغيرة ونرميه كمان في الترعة عشان يخفوا آثار الجريمة بالكامل. وبعد ساعة بالظبط وتحديدا كده الساعة 1 الظهر كانت لطيفة وبناتها مخلصين كل حاجة والأمور رجعت طبيعية تاني ولا أكن حاجة حصلت. منى طلعت على الدرس بتاعها ولطيفة وشيماء قاعدين بيجهزوا الغدا. الغريب والصدمة اللي هقولك عليها دلوقتي إن كل الكلام ده تم بدون علم الأولاد، البنات بس وأمهم هم اللي عملوا العملة السودة دي. حتى بعد ما الأولاد رجعوا البيت محدش جاب لهم سيرة نهائي لغاية ما جت الساعة 5 المغرب في نفس اليوم. أسرة خميس قلقت جدا عليه لأنه اتأخر قوي عليهم ودي مش عادته، وكمان كل ما يتصلوا بيه يلاقي تليفونه مقفول. هنا بقى أهل خميس نزلوا يدوروا عليه في كل حتة، ولما حسوا إن مفيش فايدة راحوا طالعين على اسم الشرطة وعملوا محضر بتغيب خميس. أبو خميس باسم الشرطة أكد لرجال الأمن
إن خميس ملوش أي خلافات مع حد خالص، وكمان كان بيقول لهم إنه حاسس إن ابنه خميس حصل له حاجة، لأنه مش متعود يتأخر على البيت عمره، ولا عمره حتى قفل التليفون. وبعد الكلام ده طلع رجال الأمن على بيت خميس عشان يحاولوا يعملوا تتبع لتحركات خميس الأخيرة، ويسألوا الجيران عن خميس لو كان حد شافه، والكل يأكد إن خميس مطلعش من القرية بتاعته. لكن في واحد بيقول إن شافه في القرية اللي جنبهم اللي تابعة لمركز البداري. أما فحص رجال الأمن بيت خميس لقوا الأجندة اللي كان خميس مسجل بيها أسماء الزباين والمبالغ المالية اللي عليهم، واللي لفت انتباههم إن في ست اسمها أم أحمد موجودة في القرية اللي الشاهد قال عليها، وعليها 11,000 جنيه أقساط. وحابب أقول لك إن أم أحمد دي هي الست لطيفة، عشان دماغك ما تروحش بعيد. طلع رجال الأمن على بيت لطيفة عشان يسألوها إن كانت شافت خميس ولا لأ. وأول ما رجال الأمن وصلوا بيت لطيفة عشان يسألوها على خميس، لطيفة وبناتها ردوا عليهم بكل برود وقالوا لهم إن خميس جالهم فعلا اليوم ده، لكن مش قبل الساعة 1 الظهر، وما يعرفوش عنه حاجة تماما. بس رجال الأمن ما كانوش مطمئنين لردود لطيفة وبناتها، لأن نظراتهم كان فيها قلق. هنا بقى رجال الأمن كثفوا تحرياتهم وسألوا جيران لطيفة عن خميس، علشان حد من الجيران يقول لرجال الأمن إن في مشكلة حصلت ما بين لطيفة وبناتها وبين خميس قبل أسبوع من اختفائه بسبب فلوس الأقساط اللي عليهم. هنا بقى رجال الأمن طلعوا إذن نيابة عشان يفتشوا بيت لطيفة بالكامل، وأول ما دخلوا جوه ملقوش أي حاجة ملفتة نهائي. لكن لما دخلوا المكان اللي هم مخصصينه لتربية الدواجن لفت نظرهم أجزاء من باقي الموتوسيكل موجودة. وكمان منى بنت لطيفة ارتبكت جدا أما سألوها عن الموتوسيكل، ويعرف على طول رجال الأمن إن الأجزاء دي بقيت موتوسيكل خميس، وتم القبض على لطيفة وبناتها وإنهم ورا اختفاء خميس. ويبدأ رجال الأمن التحقيق مع لطيفة وبناتها، وبخبرة رجال الأمن خلوا شيماء تعترف على طول إنها اللي قتلت خميس ودفنته في جنينة بيتهم، وإن أمها وأختها ملهمش دخل. والغريب إن أمها كمان اعترفت بإنها هي اللي قتلت خميس لوحدها، وبناتها ملهمش دعوة. إيه الأصل ده؟ كلكم خايفين على بعض يعني؟ طب كانت فين الرحمة دي أما قتلتوا الراجل؟ أنا مش عارف الصراحة. ولما رجال الأمن بيحققوا مع منى قالت لهم إن شيماء هي اللي قتلت خميس، وإن هي وأمها ملهمش دعوة بالقضية. أما شيماء بقى حست إنها هتشيل القضية لوحدها، راحت معترفة إن هما التلاتة اللي خططوا ونفذوا للجريمة. أيوة كده، ارجع لقلة الأصل، التلاتة وقت الجد باعوا بعض. بس الغريب في الموضوع إنه في خلال التحقيقات اللي حصلت ما كانش في أي ندم باين على لطيفة وبناتها نهائي. دول كانوا بيقولوا إن خميس يستاهل القتل، ولطيفة كمان كانت بتحاول تقنع رجال الأمن إن خميس حاول يعتدي عليها. وتم استخراج بعد كده جثة خميس من البيت وسط بقى مشهد مرعب جدا، جثة ملفوفة في أشولة بشكل مرعب، وتم نقلها بعد كده للطب الشرعي اللي وضح إن خميس تناول كمية كبيرة من المخدر، وإن خميس اتعرض للضرب على راسه، والضرب ده اتسبب له بشرخ كبير في الجمجمة، بس الوفاة كانت بسبب الخنق. وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالة لطيفة وبناتها لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم صدور قرار بمعاقبة شيماء البنت الكبيرة بالإعدام شنقا، ومعاقبة لطيفة اللي هي الأم بالسجن المؤبد 25 سنة، والمنى السجن 2 سنين. أنا الصراحة مش عارف ليه الأم أخذت 25، ما هي أساسا اللي مدبرة الليلة كلها. لا، قصة بجد غريبة جدا، عاملة فعلا زي قصة ريا وسكينة. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتك. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.